بدون السلاح الروسي اللي جالنا بعد هزيمة 5 يونيو كان موسى ديان يمكن قاعد هنا في القاهرة، أو كانت جولدا مائير تيجي تقعد في القاهرة. أنا عارف إن الشعب المصري كان هيحارب ولو بالنبابيت، وأنا قلت كده في يوليو سنة 67، ولكن الشعب الفلسطيني أيضا، الشعب الفلسطيني في غزة بيحارب ويقاتل، وبيروح موسى ديان بالنهار بيموتوا أولادنا في غزة ويموتوا بناتنا. بالنهار بيسيطروا الإسرائيليين، وأنا قريت من صحفي أمريكاني موالي لإسرائيل بيقول إن بالليل بيسيطروا الفلسطينيين في قطاع غزة وبيهربوا الإسرائيليين. طبعا معركة، لكن معركة شعب أعزل، شعب مكافح مناضل يؤمن بحقه في الحرية. ولكن هناك فرق الحقيقة بين ده وبين إن احنا نستطيع أن نبني قوتنا المسلحة. النهاردة بنينا قوتنا المسلحة ولن نمكن أعدائنا ولا من هم وراءهم ولا أمريكا إنهم يتحكموا فينا. هذه هي مساعدات الاتحاد السوفيتي. وأنا بقول لكم هتسمعوا دعايات كبيرة، وسمعتوا دعايات كبيرة من سنة 55 أما جبنا السلاح قالوا السيطرة السوفيتية، أما ابتدوا يبنوا السد العالي وجبنا 5000 منهم في أسوان عشان يساعدونا قالوا السيطرة السوفيتية. والنهاردة اتبنى السد العالي بيدي بحيرة بتخزن 130 ألف مليون متر مكعب من المية و10 مليار كيلو وات ساعة من الكهرباء، ومشوا 5000 روسي، فاضل منهم 60 واحد بس موجودين في ساعدونا في البنى. عندنا فائض من المية وعندنا فائض من الكهرباء. كل الهيصة والكلام والقصص والتهويش اللي قالته الدول الاستعمارية وإسرائيل واللي كتبته الجرائد الاستعمارية طلع كله كلام فاضي. الغصد منه إرهابنا، والغرض منه إنه ما يتبنيش السد العالي. بعد 67 قعدوا برضه يقولوا هذا الكلام. بدون الاتحاد السوفيتي والدول الصديقة ما كناش فعلا نقدر نبني قواتنا المسلحة، ما كناش نقدر نقف نتكلم النهاردة بالصوت العالي اللي بنتكلم بيه النهاردة. كلنا فاكرين صوتنا كان ازاي سنة 67 وسنة 68. أيها الإخوة، لقد كتبت خطابا إلى الرئيس بريزنيف قبل أيام وعبرت فيه عن شكرنا جميعا، شكر الشعب المصري، وتلقيت من بريزنيف رسالة أخوة وصداقة وتصميم. أيها الإخوة، إننا لا نقول أن شعبنا وحده هو الذي يقدر بالوفاء موقف الاتحاد السوفيتي، ولكننا نثق أن الأمة العربية كلها تقدر هذا الموقف. نثق أن كل الشعوب المكافحة من أجل الحرية تقدر هذا الموقف، تقدر حجمه وتقدر قدرته، تقدر نزاهته وتقدر أمانته، تقدره في مجاله السياسي والعسكري والاقتصادي، وتقدره إلى جانب ذلك صحبة لها قيمتها في طريق محفوف بالأخطار، تقدره كجهد من أجل السلام. ذلك أن الاتحاد السوفيتي لا يساعدنا لكي نعتدي أو لكي نتوسع، وإنما يساعدنا لكي نحرر أراضينا ولكي نصون استقلالنا. ومع ذلك فإن الحملة الإسرائيلية أيها الإخوة ضد الاتحاد السوفيتي تزداد ضراوة وعنفا. ليه تزداد؟ ما هو الهدف؟ الهدف تبرير انتقال المبادرة إلى الجيش المصري، الهدف تبرير الخسائر الإسرائيلية أمام الإسرائيليين، الهدف فتح الطريق أمام تصعيد جديد في المساعدات الأمريكية لإسرائيل، وهو ما يبدو أنه يحدث الآن فعلا. ضجة مفتعلة وقصد مقصود وحجج زائفة لا تنطلي على أحد من كل الأحرار في العالم. تقول، نتعجب لما تقول رئيسة وزراء إسرائيل. تقول رئيسة وزراء إسرائيل جولدا مائير إنهم يريدون أسلحة أمريكية جديدة للدفاع عن النفس. هل إسرائيل بتدافع عن النفس؟ إنهم لا يطلبون للدفاع عن النفس، ولكن يطلبون للعدوان، يطلبون لتثبيت العدوان، لتثبيت احتلال الأراضي العربية، للتمكن من مواصلة القتل والإرهاب، للتمكن من تغيير طبيعة الأرض العربية. ومن عجب أيضا أيها الإخوة أن يقول وزير خارجية إسرائيل أن المساعدة السوفيتية لمصر
هي وجود استعماري، وهو قلق على مصر. وزير خارجية إسرائيل قلق على مصر. هل هذا صحيح؟ هل مساعدتنا في تحرير أرضنا هو الوجود الاستعماري، أم أن الوجود الاستعماري هو قوات الاحتلال الإسرائيلية على أرضنا؟ هل مساعدتنا في مواجهة الإرهاب الموجه إلى الشعوب العربية هو الوجود الاستعماري، أم أن الإرهاب والقتل وتغيير طبيعة الأراضي العربية هو الوجود الاستعماري؟ إننا أيها الإخوة نقول أنه لولا المساعدة السوفيتية لنا بعد ما حدث في يونيو 1967 لكان الاستعمار تحكم فينا، لكانت كل أهدافنا تحت أقدام الغزاة، لكان القتل هو شريعة الذين يريدون التحكم في مصائر الأمة العربية وفي أقدارها. أيها الإخوة، أيضا من عجب أن نائب رئيسة وزراء إسرائيل يقول إن مصر في خطر أن تفقد استقلالها بسبب المساعدات السوفيتية. فهل هذا صحيح؟ هل استقلال مصر في خطر؟ وهل نائب رئيس وزراء إسرائيل الآن قوي على استقلال مصر؟ هل استقلال مصر في خطر بسبب المساعدات السوفيتية أو بسبب الاحتلال؟ استقلال مصر والعرب كله في خطر بسبب الاحتلال الإسرائيلي الاستعماري لأراضينا، الاحتلال العنصري، وبسبب المساعدات الأمريكية لإسرائيل. أيها الإخوة، إن المساعدات السوفيتية قوة تضاف إلى طاقة النضال من أجل التحرير ومن أجل الحرية. وأما الاستعمار وخطر الاستعمار والاستقلال والتهديد الموجه إليه فإنه هو الخطر على الاستقلال والخطر على الحرية، وهذا هو ما تمارسه إسرائيل ضدنا بمساعدة الولايات الأمريكية. أيها الإخوة، هذه ببساطة هي الحقيقة التي لا يستطيع أن يجادل فيها أحد. أيها الإخوة، مرة أخرى نتذكر ويتذكر معنا كل الأطراف الذين يهمهم صراع الشرق الأوسط وما يمكن أن يتطور إليه. نحن نقول إننا لا نستهدف العدوان، ولكن نستهدف تحرير الأرض المحتلة. نحن نقول إننا لا نريد التدمير، وإنما أملنا تطهير أرضنا من المعتدي ومن احتلاله المجرم. أيها الإخوة، من هنا، من المنطقة التي تحوي مصنع أبو زعبل الذي أغارت عليه الطائرات الأمريكية فقتلت عماله وجرحت عماله وحرقت عماله ودمرت مبانيه ودمرت آلاته. نتوجه من هنا بنداء إلى الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون. إننا تقابلت معاه في سنة 1963 تكلمنا بصراحة، وأعتقد أنه ما زال يذكر حديثنا. كان في هذا الوقت خارج السلطة. أقول إننا برغم كل ما حدث لم نغلق الباب نهائيا مع الولايات المتحدة الأمريكية برغم الإساءة القنابل والنابالم والفانتوم. قبل أسابيع قليلة قابلت سيسكو مساعد وزير الخارجية الأمريكية، وقابلته من منطق أننا نريد أن تكون وجهة نظرنا معروفة بوضوح لدى الولايات المتحدة الأمريكية. إنني أتوجه إلى الرئيس نيكسون وأقول له إن الولايات المتحدة الأمريكية على وشك أن تقوم بخطوة بالغة الخطورة ضد الأمة العربية. إن الولايات المتحدة الأمريكية بخطوة أخرى على طريق تأكيد التفوق العسكري لصالح إسرائيل
سوف تفرض على الأمة العربية موقفا لا رجعة فيه، موقف يتعين علينا أن نستنتج منه ما هو ضروري، وذلك سوف يؤثر على كل علاقات الولايات المتحدة الأمريكية بالأمة العربية لعشرات السنين وربما مئات السنين. أن الأمة العربية لن تستسلم ولن تفرط، وهي تريد سلاما حقيقيا، ولكنها تؤمن أن السلام لا يقوم على غير العدل. أريد أن أقول: إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية تريد السلام، فعليها أن تأمر إسرائيل بالانسحاب من الأراضي العربية المحتلة. إن ذلك في طاقة الولايات المتحدة التي تأتمر إسرائيل بأمرها لأنها تعيش على حسابها، وأي شيء غير ذلك لا يجوز علينا ولن يجوز. هذا حل. والحل الثاني: إذا لم يكن في طاقة أمريكا أن تأمر إسرائيل، فنحن على استعداد لتصديقها إذا قالت ذلك مهما كانت آراؤنا فيه، ولكننا في هذه الحالة نطلب طلبا واحدا هو بالتأكيد في طاقة أمريكا. ذلك الطلب هو أن تكف عن أي دعم جديد لإسرائيل طالما هي تحتل أراضينا العربية، أي دعم سياسي أو دعم عسكري أو دعم اقتصادي، إذا لم يتحقق الحل الأول. وإذا لم يتحقق الحل الثاني، فإن على العرب أن يخرجوا بحقيقة لا يمكن المكابرة فيها بعد الآن، وهو أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد لإسرائيل أن تواصل احتلال أراضينا حتى تتمكن من فرض شروطها علينا بالاستسلام. إن ذلك، وأنا لا أزال أتوجه بالحديث إلى الرئيس نيكسون في محاولة أخيرة، إن ذلك لن يحدث. إن كل المؤامرات التي تجري الآن ضد الأمة العربية وضد جبهة التحرر والتقدم فيها لن تنجح. إن شعوب الأمة العربية قد استيقظت، وما من سبيل لإعادتها إلى قيودها أو إعادة القيود إليها. إن قوى التقدم لا بد أن تنتصر، ولن يرهبها شيء. إنكم مطالبون باستيعاب درس الثورة الليبية ودرس الثورة السودانية. إنني أقول للرئيس نيكسون أن هناك لحظة فاصلة قادمة في العلاقات العربية الأمريكية، إما أن نكرس القطيعة إلى الأبد، وإما أن تكون بداية أخرى جادة ومحددة. إن التطورات القادمة لن تمس العلاقات العربية الأمريكية وحدها، وإنما سوف تكون لها تأثيرات خطيرة أوسع من ذلك وأبعد. إننا طلبنا وسوف نطلب كل معونة من أصدقائنا، من أصدقاء التقدم والسلام والحرية، ذلك لأن معركتنا هي معركة التقدم والسلام والحرية. إن تصميمنا على تحرير أراضينا هي الحق الشرعي الأول لأي أمة تعرف لكرامتها قيمة. إنني أتوجه بهذا كله إلى الرئيس نيكسون لأن اللحظة دقيقة ولأن العواقب بالغة الخطورة، ورغم عدم وجود علاقات دبلوماسية بين بلدينا فإنه لا شيء يمنعنا من توجيه نداء آخر وأخير من أجل السلام في الشرق الأوسط. إننا نريد من الرئيس نيكسون أن يتوجه بسؤالين اثنين إلى إسرائيل، وإن الإجابة عليه إذا تلقى إجابة عليه سوف تضع تحت تصرفه الحقيقة كلها. نريد أن يسألهم: أولا، هل هم مستعدون للانسحاب من جميع الأراضي العربية وفق قرار مجلس الأمن
ووفق مبادئ الأمة المتحدة. ثانيا، هل هم يعرفون أن هناك شعب خلق حرا وسيدا هو شعب فلسطين، وإن هذا الشعب له حقوق أشار إليها قرار مجلس الأمن وقرارات الأمم المتحدة ومبادئ ميثاقها، وأية مبادئ آمن بها البشر وكافحوا من أجلها؟ إن إجابتهم واضحة منذ البداية أمامنا. إنهم ليسوا على استعداد للانسحاب، بل ليسوا على استعداد لذكر كلمة الانسحاب ولو حتى لمجرد الاستهلاك أمام الرأي العام العالمي. هذا ما قالته رئيسة وزراء إسرائيل منذ عدة أيام، لأنهم يقصدون إلى التوسع. إنهم ضد حقوق شعب فلسطين، بل هم ينكرون أصلا أن هنا شعبا اسمه شعب فلسطين. إن على الرئيس نيكسون أن يطل بنظرة على ما يجري في إسرائيل نفسها لكي يرى الصورة على حقيقتها. إن هناك أصواتا كثيرة حتى في إسرائيل نفسها بدأت تحذر ضد الطريق الوعر والخطر الذي تنزلق فيه الجماعة العسكرية الحاكمة في إسرائيل، والذي تريد أن تجر إليه معها الشرق الأوسط كله، وربما ما هو أكبر من الشرق الأوسط. أيها الإخوة، هذا هو النداء الذي أوجهه إلى الرئيس الأمريكي نيكسون.